الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فقال استوى يعني استولى. لقد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استولى هو مين اللي كان بيحاربه؟ ما هو معنى استولى يبقى في حرب أقيمت وإله غلب إله، والإله الحق استولى على العرش بعد ما كان منه مفقود. أو ده كلام ده عشان إيه كل الكلام ده اتحرف؟ دي تحريف للكلم عن مواضعه. العرب ليس في كلامها معنى استولى أبدا. لك لا، ده فيه الأخطر النصراني بيقول، الأخطر النصراني احنا عايزين قال الله وقال الرسول، المفروض يرجعوا لمين؟ كتاب والسنه. يجيب لي دليل على ان استوى معناها استوى من كتاب والسنه، ما فيش، فروح يرجع لمين؟ الاخطر النصراني. الشيطان دايما يشد اما يعوز يضل واحد من اهل السنه ومفكر ان اللي بيعمله ده صح، فروح يجرجروا على النصارى على طول، على الاخطر النصراني. هو اللي بيقول استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، ده نصراني صحيح، بس اللي رايح للنصراني نيته كويسه. بقول استوى ايه؟ استولى، عشان ما يشبهش، عشان يعيدك الى الاسلام الصافي اللي كله تأويل وتبديل وتحريف للكلم عن مواضعه كما يزعمون. نفس الكلام اهو. ابن كثير مسكهم قال هذا البيت تستدل به الجهمية على ان الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك.